في هذه الآية الله عز وجل يشير على أن هنالك علم ليس بمقام التعليم. هذا العلم علم الأنبياء، علم الأوصياء، علم وراثة الكتاب، أي هذا العلم الورثي، العلم اللدني في مصطلح آخر. الله سبحانه وتعالى يرثه علما للعباد المؤمنين والمصطفين. السيدة زينب صلوات الله عليها مصداق الأول من هذه الآية الكريمة: وأورثنا الكتاب لمن اصطفينا من عبادنا وراثة. لذلك الإمام صلوات الله عليه من أشار إلها وقال: عمه زينب بحمد الله أنت عالمة غير متعلمة، يعني ما احتاجت إلى التعليم، أنت صرت عالمة عندك العلم، لكن هذا العلم ما كان على ضوء التدريس والتعليم وأخذ واكتساب من شخص، لا، علمك من الله عز وجل. مثل الخضر، الخضر عالم، لكن الخضر تعلم من أحد؟ لا. شو تقول الآية؟ فوجد عبد من عبادنا آتيناه من لدنا علما. بعد أكو رواية للإمام صلوات الله عليه الإمام الصادق يقول: ليس العلم بكثرة التعلم، إنما هو نور يقذفه الله في قلب من يشاء. هاي الرواية شو تريد تشير؟ تريد تشير إلى العلم الآخر، العلم الثاني اللي هو بلا تعليم، أن الله عز وجل يعطيك العلم بلا تعليم. رواية أخرى للإمام الصادق يقول: ليس العلم في السماء وليس العلم في الأرض. زين، وين العلم؟ العلم مجبول في صدوركم، تخلقوا بأخلاق الروحانيين يظهر لكم. من هم الروحانيين؟ أصحاب الأرواح العالية اللي هم آل محمد صلوات الله عليه. تخلقوا بأخلاق آل محمد يظهر لكم، مجبول في صدوركم، يعني في قلوبكم العلم. تعرفون النشأة الأولى، وقد علمتم النشأة الأولى. الله عز وجل يقول هاي النشأة الأولى اللي الإمام صلوات الله عليه يقول عن فاطمة الزهراء: وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. هاي القرون الأولى، النشأة الأولى، اللي هاي البشرية والخلق اللي قبل آدم وبعد آدم كان قصدهم هو التعرف لله عز وجل ومعرفة الله عز وجل. الإمام صلوات الله عليه يقول: على معرفتها دارت القرون. هاي الأولى شنو؟ هاي القرآن الكريم يعبر عنها: ولقد علمتم النشأة الأولى. علم، وين هذا العلم موجود؟ في صدوركم. ليس العلم في السماء ولا في الأرض. العلم، والإمام الصادق مو شخص عادل يقول هذا الكلام، يأسس قاعدة: العلم مجبول في صدوركم، تخلقوا بأخلاق الروحانيين يظهر لكم. شنو اللي يمنع من العلم؟ الملكات السيئة، الأخلاق السيئة، ذنوب، معاصي. رواية للإمام الصادق جدا جميلة، يقول إن القلب، قلب المؤمن طبعا، يقول إن العبد ليذنب الذنب فتخرج نكتة سوداء في قلبه. يعني شو يصير؟ سوادة بالقلب. فإذا أذنب مرة أخرى اتسعت تلك النكتة السوداء إلى أن يذنب مرة أخرى، إلى أن يصبح القلب كله سواد. وإن العبد ليعمل العمل الحسن، عبادة، ذكر الحسين، دمعة على الإمام الحسين، شو يسوي؟ فينكت في قلبه نكتة بيضاء فتتسع تلك النكتة، البياض يسيطر، نور يصير. هذا البياض يمسح. مثل أنت هسه عندك مرآة، هاي المرآة تريد تشوف فيها نفسك، إذا كان عليها جير أسود أو فسواد أو وساخة، تقدر تشوف فيها هاي المرآة؟ ما تقدر تشوف فيها. إيش يحتاج تنظف. لذلك عندنا في الأدعية: اللهم طهر قلبي من الرياء والسمعة وحب النفس. اللهم لا تجعل ما أتقرب فيه. الإمام السجاد يقول بالدعاء هذا، إن الدعاء تعليم: اللهم لا تجعل ما أتقرب فيه في آناء الليل وأطراف النهار رياء أو سمعة أو أشرا أو بطرا. هاي كلها شنو؟ أكو في مناجاة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، المناجاة الشعبانية، يقول: وطهر قلبي من أوساخ الغفلة. الغفلة هم وساخ. مقصود الإمام إن هذا الإنسان يصير مثل المرآة اللي بيها وساخة،
بيها جير أسود، ما تعكس، ما تشوف بيها، ما راح تشوف بيها وجه جميل. أنت الآن وجهك جميل، تريد تشوف بالمرآة، المرآة ما تقدر تشوف بيها. تريد تخلف الصورة، صورة أي صورة؟ صورة مرجع، صورة رادود حسين، صورة خادم للإمام الحسين، صورة الإمام الحسين، صورة مرقد، تريد تخلي أمام المرآة، يعكس المرآة، تشوفها إذا كانت المرآة كلها نجاسة أو وساخة يحتاج لها تنظيف تغسيل. لذلك في إحدى المناجات للإمام زين العابدين: اللهم أغسل قلبي، يعني القلب يحتاج شنو؟ غسل، تطهير، نظافة. بمن تطهر القلب حتى تعكس المرآة، حتى تشوف. لذلك الإمام يقول: تزينوا، تخلقوا بأخلاق الروحانية يظهر لكم العلم. هذا العلم علم النشأة الأولى، العلم بأوليائك، أولياء النعمة محمد وآل محمد. أنت الآن لما إحنا أحسن من نرجع للروايات، الآن اللي إحنا صرنا شيعة أهل البيت، شلون صرنا شيعة أهل البيت؟ يقول الإمام: أنتم شيعة من عالم الذر، أنتم من أقررتم بالولاية لأهل البيت عليهم السلام. مو بس هاي، حتى الإمام الحسين، أنت علاقتك ويا الإمام الحسين إلها سوابق في تلك العوالم، يوم بعد يوم تظهر إليك. إذا طهرت المرآة، إذا طهرت القلب، يظهر لك. شوف جمال الإمام الحسين، لذلك شوف حب الإمام الحسين. الله عز وجل بحديث يرويه الإمام الصادق يقول: إن الله إذا أراد بعبد خيرا، شوف دقة الرواية، إذا أراد بعبد خيرا قذف في قلبه حب الحسين، قذفه. رواية أخرى عن الإمام يقول: إن الله إذا أراد بعبد خيرا، ركز، عبدا أراد به خيرا، يعني غيره ما يريد خير به الله سبحانه، هذا يعني ما بي خير هذا العبد، إذا ما هذا بي المفهوم. بعد: إن الله إذا أراد بعبد خيرا نكث في قلبه نكتة بيضاء، يعني نور يجي إلى قلبه، نفسه هو هذا حب الحسين، نفسه نور إلى قلبه. رواية ثالثة: إن الله إذا أراد بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه، يعني يقوم يشوف في قلبه. نرجع إلى دعاء الإمام زين العابدين، دعاء عرفة: إلهي عميت عين لا تراك، يعني هذا اللي ما يشوف الله شنو؟ قلبه، عيون قلبه معمية، ما يشوف، هذا أعمى في قلبه، القلب أعمى. الله منو؟ جمال الله منو؟ الله هسه من نجي الله منو؟ نجي بالقرآن الكريم، الله شو يقول؟ الله من يريد يعرف ذاته: الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات. نقرأ زيارة الإمام الحسين: السلام عليك يا نور الله، أشهد أنك نور الله الذي لم يطفأ ولن يطفأ أبدا، هذا نور الله. إلهي عميت عين لا تراك، يعني اللي ما يشوف الحسين في باطنه هذا أعمى. إذا أجى حب الحسين: من أراد الله به خيرا قذف في قلبه حب الحسين، من أراد الله به خيرا بصره بعيوب نفسه، من أراد الله به خيرا، الرواية الثالثة، نكت في قلبه نكتة بيضاء، راح يشوف الحسين في قلبه. شوف حب الحسين، شوف جمال الإمام الحسين، وانتم لامسين هذا الشيء بمجالسكم، دموعكم على الحسين صلوات الله عليه. الإمام زين العابدين أكو مناجاة اقروها في مفاتيح الجنان: إلهي من ذو الذي أذاق حلاوة محبتك فرأى منك بدلا، يعني يقول له: إله من اللي تذوق حلاوة محبتك وشاف غيرك، أبدا ما يرهم قلبه على غيره. اللي يذوق بقلبه حب الحسين أبدا ما يرهم قلبه ويغير الحسين. اللي قلبه يتلوع ويستأنس ويغرم ويهيم بالإمام الحسين ما يرهم لغير الحسين أبدا. كل الخلق، أنتم شباب، بعضكم لعله مر بتجربة عشق وبحب، حب البشر يخلص ينتهي، أيام معدودة تنتهي، بس حب الإمام الحسين شيء ما ينوصف.
العبارة تعجز أمامه، الوصف يعجز أمامه. الإمام الصادق يقول هذا الدين كله، الدين بكل تفاصيله، صلاة صوم عبادة، ايش عرف الدين؟ قال ليس الدين إلا الحب. الدين كله شنو؟ كلمة واحدة، إلا الحب. حب من؟ حب محمد وآل محمد. حب محمد وآل محمد. شوف أهل البيت عليهم السلام، شوف الرواية من قال إذا أراد الله بعبد خيرا قذف في قلبه حب الحسين، ما قال حب محمد وآل محمد. البداية منين تصير؟ بالحسين. اقرأ زيارة عاشوراء، اللهم إني أتقرب إليك بمن؟ بالحسين. وإلى محمد صلى الله عليه وآله بمن؟ بالحسين. أتقرب إلى رسول الله بمن؟ بالحسين. وإلى فاطمة الزهراء وإلى أمير المؤمنين بمن؟ بالحسين. والحسين بمن نتقرب له؟ بموالاتك يا أبا عبد الله. هاي موالاه الحسين، الدمعة على الإمام الحسين، البكاء على الإمام الحسين. شوفوا الدنيا هاي يوم الناس، واحد هايم بحب شخص، واحد هايم بحب مسؤول، بحب مال. شوف الرواية دقتها من يقول إذا أراد الله بعبد خيرا، يعني هذا العبد اللي ما عنده حب الحسين ما بي خير، كل خير بذاته بباطنه ماكو، كل خير ماكو. حتى لو عنده منصب، حتى لو عنده مال، لو عنده وجاهه، كل هذا ما بي خير إذا ما عنده حب الحسين. حب صادق، مو حب ادعاء. قلبه ما يرهم على غير الحسين. الإمام يعرف هاي الحالة، هاي إنه الإمام يحكي دعاء عرفه، إلهي ماذا وجد من فقدك وماذا فقد من وجدك. يعني اللي فاقد الله، قلنا الله عز وجل شنو تعريف الله بالقرآن؟ الله نور السماوات والأرض. نقرأ بزيارة الإمام الحسين السلام عليك يا نور الله الذي لم يطفأ ولن يطفأ أبدا. نور الله منو؟ الحسين صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي شنو قال؟ من أحب حسينا فقد أحب الله. حب الله يعني يقولون انتم تردون تحبون الله، هو انتم تحبون الحسين تحبون الله. حب الله مفهوم، هذا المفهوم وين تحققه؟ بحب محمد وآل محمد، بحب الحسين، بحب الإمام الحسين. شوف الدنيا كلها، كل شيء، كل غرام، كل أنس بأي لذة، لذة مال، لذة منصب، كلها لا شيء في قبال لذة حب الله اللي هي لذة حب الإمام الحسين. وإحنا الشيعة خصوصا، الله عز وجل خلقنا في عالم الذر، خلق في قلوبنا عجن، في قلوبنا حب محمد وآل محمد. إحنا قلوبنا ما ترهم. قلبك الآن من يروح لغير الحسين لا تتوقع راح توصل إلى نتيجة أنه تستأنس أو تفرح أو ترتاح. هذا القلب مخلوق من طينة محمد وآل محمد. خلق الإمام الصادق يقول خلق قلوب شيعتنا من فاضل طينتنا فهي تحن إلينا بها حنين. ما يقدر هذا القلب على غير الحسين صلوات الله. هاي احنا نلمسه. ارجع الى الكلام بخصوص السيدة زينب. احنا الان كل احنا نلمس حب الامام الحسين، وبعضنا مرات يوصل الى مرحلة الجزع بحب الامام الحسين. شوفه يبكي ويلطم بلا وعي، وقاره يروح، ايام يسهر، يتعب، يبذل الغالي والرخيص من اجل الامام الحسين وحب الامام الحسين. على شنو؟ على هذا الحب اللي يستأنسه بقلبه. طبعا الحب مراتب، اكو الهائم، اكو الفاني بالامام الحسين، مراتب. السيدة زينب عليها السلام اذا قسنا حبها للحسين بينا احنا شنو؟ صفر، لا شيء. السيدة زينب صلوات الله عليها شو تريد تقول؟ تقول عاشقة للحسين؟
والله صراحة ما أقدر أقول عاشقة، لأن هي أعلى من العاشقة. تقول فانية بالحسين، هي أعلى أن تفنى بالحسين، أعلى وأعلى. شنو كان إله الحسين؟ الحسين أعظم من الهوى إله. الحسين سيدة زينب تعرف من الحسين، لذلك أنا قلت بالرواية عمتي زينب عالمة غير معلمة، مو علم اكتسبته بكتب تعرف عن الحسين معلومات، لا، علم حقيقي بمعرفة الحسين قبل أن يأتي إلى الدنيا. تعرف الحسين لما كان نور قبل أن يخلق الله السماوات والأرض. هذا الكيان العظيم النور للإمام الحسين السيدة زينب تعرف. وكان حبها على التماس وهي الإمام الحسين صلوات الله عليه. في الرواية سيدة زينب لما تزوجت انهربت في بيت الإمام الحسين والإمام الحسن. من تزوجت شرطت على زوجها، قالت له شرط أقبل بالزواج على أن ما يمر يوم إذا ما أذهب إلى رؤية أخي الإمام الحسين، ما أقدر أفارق الإمام الحسين. قبل زوجها على هذا الشرط. كانت زينب طيلة زواجها وأيام زواجها يومية تروح تنظر إلى وجه الإمام الحسين. بالرواية في كتاب العوالم الشيخ عبد الله البحراني يقول كان زينب إذا دخلت على الإمام الحسين وكان جالسا يقوم إجلالا لها. شنو زينب؟ الله أكبر. منو زينب؟ إيش قد الشعراء كتبوا عن زينب؟ أكو رواية يقول قولوا فينا فوالله لن تبلغوا إلا 10 معشار، يعني فتشي بسيط توصلون. زينب منهم، سلمان منا أهل البيت، زينب من آل محمد من ذريتهم. زينب منو؟ زينب من نطفة علي، زينب من دم ولحم فاطمة الزهراء. زينب اسمها زينب زينة أبيها. زينب تربية الإمام الحسن والإمام الحسين. خطأ مني أقول تربية، بس تعبير مسامح، يعني ربت بهاي الأجواء، عاشت بهاي الأجواء. أخوها منو؟ الحسن صلوات الله عليه. أخوها منو؟ الحسين. بعد منو أخوها؟ أبي الفضل العباس صلوات الله عليه، اللي أمير المؤمنين يقول ولدي العباس زق العلم زقا. بعد أبي الفضل استوى الولد. يقول لا أنتم توهمين، أنتم مخكم وذهنكم محدود، يشوفون الشخص يكبر إلا يفتهم ويصير عنده وعي. لا، أبا الفضل منذ أن دخل إلى عالم الدنيا هو عالم، صنع إلهي. هاي زينب. شعر، خطباء، كتاب، علماء، كل مقالاتهم إذا تريد تخليها فقط وهي هاي الرواية. عم زينب أنت عالمة غير معلمة. كل العلم، كل العلماء إذا تقيسهم إلى زينب ما يوصلون لعلم زينب. شنو زينب تعرف؟ أهل البيت عليهم السلام يقول إن أمرنا صعب مستصعب لا يتحمله إلا نبي مرسل. كل الأنبياء إلا فقط الأنبياء المرسلين يتحملون أمر أهل البيت. ولا ملائكة إلا ملكا مقرب، يعني فقط الملائكة المقربين جبرائيل ميكائيل عزرائيل. بعد وإلا عبد امتحن الله قلبه للإيمان فقط، مو كل مؤمن، لا، المؤمنين الذين امتحن الله قلوبهم للإيمان. زينب من الإمام صلوات الله عليه قال في الشق الثاني أنت مفهمة فاهمة غير مفهمة. زينب فاهمة لأمر أهل البيت. زينب كانت تحمل أسرار أهل البيت، تعلم بأمر أهل البيت. شوف أهل البيت على حقيقتهم، شوف الحسين صلوات الله عليه. هاي قصة زينب. في زيارة الناحية نقرأ بالزيارة وعجبت
الإمام الحجة يخاطب الإمام الحسين: وعجبت لصبرك ملائكة السماء. ملائكة كلها تباوع على واقعة الطب.